في عالم القتلة في اسم أول ما بيتقال الكل بيترعب، ده اسم أقوى واحد في كوريا الجنوبية تشا شيه يوك، وهو في عز قوته قرر فجأة يعتزل. بس في الشغلانة دي أي حد بيطلب يسيبها مصيره بيكون الموت. والغريب إن تشا شيه يوك اتساب يمشي عادي، افتكر إنه كده خلاص هيعيش حياة هادية، بس اللي اتعود على السكينة عمره ما هيعرف يسيبها. وفي ليلة واحدة بس خسر كل حاجة، بيته اتحطم وحياته اتدمرت، واتفرض عليه يرجع لعالم الجريمة. بس المرة دي علشان ينتقم دلوقتي هو مش بيحارب علشان أوامر، هو بيحارب علشان الحب والغضب وعلشان ينتقم. ومن هنا ولعت حرب كبيرة هزت عالم القتلة كله. تشا شيه يوك لوحده قدام أقوى منظمة للقتلة اسمها نيفل. يا ترى هيعرف ينتقم لعيلته ولا لا؟ اعمل لايك واشتراك في قناتنا واستمتع بالقصة. في العالم دايما في منظمات شغالة في الضلمة، ومن وسطهم كيان بيخوف أي قاتل يسمع اسمه. أقوى اسم في عالم الاغتيالات في كوريا الجنوبية هو تشا شيه يوك، الملقب بالقميص الأحمر، الراجل اللي كان شايل المنظمة على كتافه. بس مرة واحدة بيقرر ان هو يعتزل، كل اللي موجودين بيتصدموا وكله بيوجه اسلحته ناحيته، وبنلاقي تابع للقائد بيستأذن القائد انه يقتله. بيطلع سلاحه فبطلنا بيستعد علشان يقاتل، بس الزعيم بيصدم الكل وبيسيبه يمشي وبيقول له مش عايزين نقتل في بعض. وبنلاقيه راكب الحافلة ومروح وبيكلم مراته ميجو، وبنعرف انها حامل في ولد اسمه سيسكي، فبيسألها عليه وبيطمن عليه، وبيقول لها قولي له ان ابوه مشتاق ليه، فبتقول له انه عمال يخبط في بطنها، وبيقول ابوه لازم يرجع بسرعه. فبتقول له انت بتعمل ايه؟ بيقول لها لا قاعد ببص لصور سيسكي. فبتقول له بطل محن كلها شويه وهيتولد. بس مره واحده بيلمح في الخاتم بتاعه واحد بسكين وراه بيحاول يطعنه، بس بيتفاداه وكل اللي في الحافله بيصوتوا وبيقولوا اتصلوا بالشرطه. القاتل بيقول لهم اهدوا وانا هنزلكم كلكم بس ما عداك انت. ومراته ميجو بتسمع الصوت وبتقلق عليه، فبيقول لها شويه وهكلمك، وبيقفل معاها القاتل وبيحاول يعور بطلنا بس بيتفاداه وبيمسك ايده وبيقوم خبطه في وشه. الواد بينزل زرع بصل على دماغه وبطلنا بيكمل عليه ضرب لحد ما الدم بيطفح، وبيمسكوه من رقبته وبيقولوا له مين انت؟ فبيضحك زي اللهبل وبيقول له حتى مش عارف وشي، وبيقول له ايوه زي ما انت توقعت الموظفين هيستهدفوك. وبيقول له انت فاكر انك هتقدر تنجو بعد ما تسيب الشركه؟ بطلنا بيقلق على مراته وبيرن عليها بس تليفونها كان مقفول. وعلى الجانب التاني بنلاقي مراته واقفه وبتطبخ وقربت تخلص الاكل، وفجاه الباب بيخبط بتروح تشوف مين. في حد بيقول لها انه زميل جوزها في الشغل لانه جاي علشان يدي له حاجه بخصوص استقالته. فهي بتستغرب، واول ما بتفتح الباب بيقوم يزقها على ظهرها وبتحاول تهرب منه بس بيمسكها من شعرها وبيحط السكينه على رقبتها. وشي هيوك بيجري على البيت باقصى سرعته وبيحاول يرن عليها وبيدعي تكون كويسه. واول ما بيفتح الباب بيلاقي اثار جزم، بيدخل وبيلاقي التابع بتاع القائد قاعد بياكل وحواليه رجالته. بيقول له اخيرا وصلت، وبيقول له الشخص اللي اعرفه عمره ما كان هيتعلق بعبء زي ده. وبيبص على الارض بيلاقي دم، فبيتصدم وبيقول له هو الرئيس يعرف بالكلام ده؟ بيرد عليه ويقول له مش لازم نساله عن رايه، انا عارف كويس ده قراري انا لوحدي. وبيقول له بس الامر مش ممتع، جرب تخمن. بيقول له تفتكر انها ماتت؟ وبيبدا رجالته يهجموا على تشا شيه يوك. اول واحد بيخش بيحاول يطعنه بالسكينه بيقوم كسر له دراعه وبياخد منه السكينه، وبيخش عليه تاني واحد وبيقوم معوره في رقبته وبينزل فيهم طحن بس بيتزنق على السلم، وبيقوم مدي الواحد بالكف رزعه في السلم، فبينزل واحد من فوق وبيقوم مديله بالرجل وبيخرم الحيطه. فجاه بنلاقيهم بيحاولوا يهربوا بس بيموتهم كلهم. بنلاقي تابع الزعيم بيقول له ايوه هو ده الوش اللي انا عارفه كويس. وبنلاقي بطلنا خارج وقميصه كله متغرق دم وبقى لونه احمر، وده بيعرفنا ليه هو متلقب باسم القميص الاحمر. وبيقول له يلا دلوقتي العب معايا، وبيجري عليه بطلنا وبيحاول يطعنه بس بيتفاداه وبينزلوا ضرب في بعض. بطلنا بيقوم ماسكه ونازل بواحده زربكش على ظهره وبيحاول يطعنه بالسكينه بس بيتفاداه، وبطلنا بيعوره في رقبته وبيكمل عليه وبيعوره في ايده، وبيحاول يدافع عن نفسه وبيهاجم بطلنا بس بيتفاداها بكل سهوله وبيكمل فيه ضرب. ولما بيلاقي خلاص انه مش قادر يقتل تاني بيقوم خبطه بالكف وموقعه على الارض. وهنا بيدرك انه مش ند ليه وبيقول له اقتلني يلا. بطلنا فعلا بيخلص عليه، وبنشوف ذكريات بطلنا مع ميجو مراته وهو بيلبسها الخاتم، ولما اكتشفت انها حامل، ولما كانوا بيتفرجوا على صور ابنهم سيسكي وقاعدين مع بعض وحياتهم كانت كويسه. بس لما بيخش بيلاقيها غرقانه في دمها وبنعرف انها ماتت. وفي قاعه الجنازه بنلاقي تشا شيه يوك بيكلم الزعيم اللي بنعرف ان اسمه لي جوانج وون، وبيقول له ان موظفين المنظمه جم لبيتي، وبيقول له هل انت اللي قتلتها؟ فالزعيم بيقول له العيب عليا ان انا كان عندي تابع غبي، حقك عليا، بس حتى لو كان غبي فهو كان من عيلتي. فبيقول له كده ما عادش عندي خيار، كده القتله هتيجي ليك. بيرد عليه وبيقول له ملوش لزوم، والله انا هاجيلكوا بنفسي. بنشوف صوره جواز بطلنا ومراته وبتكون متعلقه على الحيطه بس للاسف بتكون ملطخه بالدماء. بطلنا بيتمشى في الشقه وهو شايف الدم مغرق المكان، وبيسيب الشقه وبيخرج. وفي مكان
مكان غريب بنلاقي 2 قتلة بيتكلموا، واحد فيهم بيقول المقر الرئيسي بنفسه بيطلب مننا نبعت الدعم، هنعمل ايه؟ الاغبياء دول ناويين ينرفزوا كام واحد علشان يمسكوا الوغد ده. وبيقول هي مش فرقة اقوى وبيضت كلها المرة دي، ده حتى سمعت ان الرئيس بنفسه امر بانتشال جثثهم. فالتاني بيرد عليه وبيقول له كل الاهتمام ده علشان واحد بس، لمجرد انه ابن عم الزعيم. لغايه دلوقتي مش فاهم ايه اللي مخليه سمين قوي للدرجه دي. بيقول ان مجرد شخص اتقتل في شجار جماعي. هم الاغبياء اللي في المقر ما بيشوفوش غير الروابط والمعارف القديمه، كلهم عديمي الكفاءه وما عندهمش اي مهاره حقيقيه. وبيقول له انا عارف ان احنا بنتكلم عن القميص الاحمر، برايي المنظمه بتلعب مع الشخص الغلط، ده اسطوره بين القتله، ولما بيتحرك لازم البقيه يتبعوه، ولو اخطانا في المهمه دي ممكن نلاقي نفسنا في حرب شامله. فبيرد عليه وبيقول له ما تبالغش في الموضوع، هي الاشاعات دايما بتكبر كده، مهما كان هو بيواجه المنظمه لوحده هيقدر يعمل ايه يعني. وفجاه بيلاقوا شيه هيوكي داخل عليهم، كله بيتصدم اول ما بيشوفه، وبكل بجاحة بيقول لهم هو الرئيس هنا. كله بيبقى مصدوم وبيقول هو مش ده القميص الاحمر؟ هو جاي يخلص علينا الاول ولا ايه؟ بس ايه اللي جابه هنا بدل ما يروح للمقر الرئيسي؟ واحد منهم بيقول ده توقيت غريب، هو الشاب يونج هو اللي بعتك لينا؟ انا مش عارف ايه اللي جابك هنا بدل ما تروح مباشرة للمقر. وبيقوم ماسكه من هدومه وبيقول له انت معاك رجالة صح؟ وبيأمر الباقي انهم يقفلوا باب المكتب. وفجأة بنلاقي راجل عجوز بعكاز خارج من جوه وبيقول لهم يسيبوه كده في حد هيتصاب. وبيقول لبطلنا ينفع كده قرعبت الولاد؟ الاحداث دلوقتي خرجت عن السيطره وكلها متعلقه بيك، حاول تفهم ده. وبنعرف ان ده قائدهم الواد العجل ده، بيقول له احنا هنسيب الوغد ده يمشي بالسهوله دي؟ الراجل العجوز بيقول له ده ضيفنا برضه، ما يصحش كده يا دوك مان، روح هات له قهوه. وبيقعد يقول له انا بس مستغرب ايه اللي يخليك تزور راجل عجوز زيي محشور في اوضه زي دي؟ بطلنا بيقول له انت لسه في 4 من رجالتك في المقر مش كده؟ وبيقول له انا عايزك بس تجمعهم كلهم وتخليهم يستنوني في عربيه هناك. وبيعرفوا ان ناوي يقتل ليك وانج وون. دوك مان بيتصدم وبيقول هو المجنون ده بيقول ايه؟ الراجل العجوز بيقول له اسكت انت يا عجل. وبيقول لبطلنا مش حاسس ان الوقت اتاخر؟ معركه الخلافه وشغل العيال ده انتهى من زمان، زي ما انت شايف انا اتقصيت على يد كوانج وون وعائله نيفل وبقيت عايش كاني منفي، وعمر القوه دي ما هتبقى ليا تاني. وبيقول له بس الاهم من ده كله انك لو رحت لكوانج وون فده بيخدم مصلحتي. بطلنا بيتعصب وبيقول عليه انه جبان، وبيقول له انت لسه بتخاف من اخوك الصغير؟ وبنعرف ان الراجل العجوز ده اخو كوانج وون الكبير. بيقول له انت خايف يقطع لك رجلك التانيه ولا ايه؟ دوك مان بيتعصب وبيكون عايز يضرب بطلنا وبيمسكه من هدومه وبيقول له انا من الاول ما كنتش مطمن لك. وبيقول للعجوز سيبنا اتعامل مع الواد ده بنفسي، لو سيبناه يمشي كده هيبقى شكلنا هفقات قدام الولاد. وبيشد بطلنا ويقومه وبيقول له انت هتموت النهارده. بس مره واحده بطلنا بيقوم طعنه في ظهره بالسكينه وبيقعد يخرم فيه. كل اللي في المكان بيتصدم وبطلنا بيكمل وبيمسكه من شعره وبيجرجره وبيخبط دماغه في الترابيزه لغايه ما بيسيبه سايح في دمه. هو مش العجوز قال لك مره اسكت؟ بطلنا بيقول للراجل العجوز انا اظهرت بما فيه الكفايه، دلوقتي دورك ترد، هقتل اخوك علشانك، هل انت معايا؟ وعلى الجانب التاني في المقر الرئيسي بنلاقي الزعيم قاعد ومجمع رجاله موقفهم قدامه. النائب تشوي إلا هو من فرقه ال 12 فرعا ارضيا بيقول ان الثلاثي لسه ما وصلش، ومدير الفرقه سونج جاي جون بيقول حتى لما المدير بيستدعيهم بيجوا متاخر، والمدير التاني بارك سونج جاي بيقول عندهم جراءه فعلا. فجاه الباب بيتفتح وبيخش الثلاثي، واحد منهم بيقول شكل الموضوع كبير يا عجوز طالما استدعيتنا، دايما كنت بتقول اننا غاليين على ميزانيتك، لو الامر وصل للدرجه دي فاحنا هنبقى خيارك الافضل. واحد منهم بيقول لهم اسكتوا احنا قدام الرئيس، اظهروا له شويه احترام. وبينحني للرئيس وبيقول له بقالي كتير ما شفتكش، العيون كلها بتكون عليهم وشكلهم كده اقوياء جدا. الرئيس بيبص لهم بنظره حاده وبيقول لهم تفتكروا انكم فعلا قادرين تعملوها؟ انا عايزكم بس تدعموا الفريق الف. بيرد عليه وبيقول له سيب الموضوع ده علينا. بنرجع تاني للراجل العجوز وبيقول لبطلنا بعد ما نقتل كوانج وون عائله نيفل هتتحرك، وبيقول له انا مستعد لده من قبل كده، بس هل انت هتكون مستعد؟ بيرد عليه بطلنا وبيقول له انا عايزك بس تقدم ليا الدعم اللي انا عاوزه لو كنت فعلا عايز تقتل اخوك. وبيقوم سايبه وخارج وبيقول له اشوفك في مقر الشركه. الراجل العجوز بيضحك وعينه مليانه شر وبيقول لهم اخيرا الطاوله هتتقلب. وبنلاقي بطلنا ماشي بعربيته وبيلمح في المرايه 3 عربيات ماشيه وراه، وبنلاقي في عربيه منهم ثلاثي الرئيس التنفيذي وبيكونوا ال3 اخوات. الاخ الوسطاني بيقول لهم عايزين نشتري غساله، فالاخ الصغير بيقول له ليه هبت في دماغك مره واحده كده؟ وبيقول له سيبك من ده احنا عايزين نجيب بلاي ستيشن. فبيرد
فبيرد عليه وبيقول له جهاز بلاي ستيشن تاني؟ بيقول له فيها ايه يعني؟ فبيقول له ما هو مش انت اللي بتغسل الهدوم، انا دايما اللي بغسلها. اخوهم الكبير بيكون قاعد ورا وبيكون شويه وهيقوم يضربهم، فبيقول لهم يكتموا وبيقول لهم ركزوا على المهمه، ولو نجحنا هشتري لكم اللي انتوا عاوزينه، لازم الاول نقتل القميص الاحمر. وفجاه بنلاقي بطلنا المجنون بيلف العربيه وبيخلي وشها ليهم وبيجري ناحيتهم، والعيال بتترعب وبيقولوا ده المجنون ده بيجري علينا. الاخ الكبير بيقول لهم امسكوا فرامل، فبطلنا بيفاديهم وبيقوم واقف وراهم، فبينزل كل الرجاله من العربيات وبينزل بطلنا وبيبقى واقف بالسكينه ومستعد للقتال، وبيبداوا يهجموا عليه وبيفتكروا انه خصم سهل علشان هو لوحده، بس بطلنا بيتصدى لهجماتهم كلهم. وبنلاقي 3 اخوات قاعدين في العربيه، فالاخ الصغير بيبقى مصدوم وبيقول لهم هو ازاي قادر يتصدى لفريقنا لوحده؟ الاخ الوسطاني بيقول له دول كلهم شويه هواء اصلا، حتى انا لوحدي اقدر اهزمهم. فبيقول له شكلها وسعت منك شويه المره دي. فاخوهم الكبير بيقول لهم خليكم مستعدين، ممكن يجي اليوم اللي محدش فينا هيشوف فيه تاني، بس احنا هنكمل زي ما اتعودنا، احنا ال3 جسم واحد. وبينزلوا وبنلاقي بطلنا مخلص على كل الرجاله، فبيبداوا يهجموا عليه، فبيقوم خابط الواد الصغير مطيره، والاخ الوسطاني بيتفاداه وبيعديه، وبيجي الاخ الاكبر وبيكون عاوز يطعنه، والاخ الوسطاني بيمسك في العمود وبيكون عايز يديله بالرجل، وبيعملوا الهجوم المنسق، بس بطلنا بيتفادى الاخ الوسطاني وبيخليه يخبط اخوه، بس بيتشقلب في الهواء، وبنلاقي ان الجزمه بتاعته فيها سكينه، وبيقدر فعلا يطعن بطلنا في ظهره، وبيكون فرحان ان هو قدر يسيبه، بس بطلنا بيقوم ماسكه من رقبته وبيقوم هبده على الارض. شي هيوك بيقف قدامهم وبيكون مطعون في ظهره، وبيكون عقد عضلات ظهره السفلي اتفرط، ومع الوقت بيشتد عليه اكتر وفرص خسارته بتكبر. وبنلاقي الاخ الوسطاني بيقول لاخوه الكبير انت وشك كويس، اصل اخويا الصغير بينشن ايه ما اقولكش. فبيرد عليه وبيقول له حسابي معاه في البيت. الواد الصغير بيصوت وبيقول لهم انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا قاعدين تهزروا هنا وانا بتضرب، روحوا يلا خلصوا عليه. وبيبداوا يهجموا عليه، بس خصمنا بيتفاداهم، بس بيلاقي ان الاخ الصغير جاي جري من بعيد وبيطير في الهواء وبيقدر يطعن بطلنا في رجله، وبيبداوا هما ال3 يهاجموه، وبطلنا بيحاول يتصدى ليهم بس بيكون نزف دم كتير، ولو استمرت حرب الاستنزاف دي فهو مش هيصمد كتير. وبيقولوا ان الخصوم دول اذكياء وبيعملوا تناسق وشكلهم شغالين مع بعض من زمان، وبيحللهم بطلنا وبيقولوا هما 2 بيشغلوا ايديا، والتالت في التوقيت المناسب بيستهدف نقطة ضعفي، ولو فقدت التركيز للحظة واحدة فده ممكن يؤدي لموتي، لازم ابحث عن فرصه مناسبه. الاخ الصغير بيقول لاخوه شكله كده بيموت، هنعمل ايه بعد ما نخلص عليه؟ فالاخ الكبير بيقول لهم ما تشتتوش انتباهكم علشان ما تموتوش. بيقف بطلنا ورا العمود، فالاخ الكبير بيقول لي المفروض ان الوضع ده في صالحنا، بس حدثي بيقول لي ان الراجل ده خطير، وان العيون دي اكيد عيون شخص بينظر لفريسه. بطلنا بيكون بيبص لهم بنظره مرعبه. الاخ الكبير بيترعب وبيقول مع انه قرب يموت بس حاسس كاني بقاتل على حافه جبل، وبيقول ان مش لازم نتهور. والاخ الصغير بينقض عليه وبيحاول يطعنه، فبيزعق له وبيقول له ان هو صعب يقتله. بطلنا بيتفادى ضربته وبيبص له بنظره مرعبه، ومره واحده بيقوم ماسكه خانقه وبيبدا يطعن فيه. اخواته اول ما بيشوفوا كده قالوا له استنى خلاص، ورموا اسلحتهم قالوا هنعمل لك اللي انت عايزه بس سيب اخونا. بس مره واحده بطلنا بيقوم مخلص عليه بكل وحشيه وبيقول لهم لو حد منكم عاوز يخرج من هنا عايش فامسكوا اسلحتكم تاني. الاخوه بيتعصبوا وبينقضوا عليه، بس بيقدر يتفاداهم وبيخبط اول واحد وبيجي التاني علشان يطعنه، بس بيتصدى لضربته وبيبداوا يتفادوا ضربات بعض، بس بطلنا بيقدر يسيبه. والاخ الوسطاني بيكون مرمي على الارض ومرعوب وهو بيشوف اخوه بيتضرب، فبيجي بطلنا وبيقوم خبطه بالرجل وبيقوم مخلص عليه بكل وحشيه. وبكده تكون فشلت مهمه الفريق 1000، وبيكون مات في الموقع 18 شخص من ضمنهم التوأم ال3، والموقع الحالي لصاحب القميص الاحمر بيكون غير معروف. القائد بيدي تعليماته للي قدام الشركه وبيقول لهم ما يخفضوش حذرهم، فواحد منهم بيرد عليه وبيقول له ان تم تاكيد موقع صاحب القميص الاحمر، فبيقول له فين؟ فبيرد عليه وبيقول له انه واقف قدام الشركه. قائد الفريق بيتصدم لما بيعرف وبيامرهم يوقفوه مهما كلف الامر على بال ما ينزل، وباقي الاعضاء بيسالوا بقلق هل نخرج احنا كمان؟ فبيرد عليهم وبيقول لهم خليكم مستعدين لان تشاي شيهيوك وصل، ولو حد منكم كان معاه في الفريق كان هيعرف ده معناه ايه. وبنلاقي القميص الاحمر واقف قدام الشركه بالسكينه وكله بيبقى مرعوب، فبيكلموا رئيس الامن نام وونج وبيقول لهم سيبوه يدخل علشان في ناس كتير في المكان، اتعاملوا معاه جوه الشركه براحتكم. وفعلا بيوسعوا له الطريق علشان يدخل، بس وهو داخل بينزل له قائد الفريق وبيجري ناحيته وبيقول له ايه لازمه كل ده؟ انا سمعت الاخبار بس مهما حصل لازم تعيش، انت اعمى دلوقتي لو دخلت هناك هتموت.
بطلنا بيرد عليه وبيقول له انهم كانوا استلموا هدوم طفل وان ميجو مراته حبتها قوي، فبيشكره وبيقول له خليك انت بره الموضوع ده. بيدخل الشركه والعيون كلها عليه وكله بيمشي وراه، فبيدخل الاسانسير بس بيلحقوا يخشوا معاه، فبيقول لهم شكلكم فاضيين وعايزين تقرفوني، خلينا نخلص ده بسرعه. والاسانسير بيتقفل عليهم وبنروح عند الزعيم كوانج وون وبيقول له رئيس الامن هتعمل ايه في رجاله لي بونج وون؟ فبيرد عليه بيقول له انه خد كل اسلحتهم وجمعهم كلهم في قاعه الندوات، ما اظنش انهم هيعرفوا يخرجوا لبقيه اليوم. وبيساله وبيقول له بس انا مستغرب ايه لازمه كل ده؟ فالزعيم بيرد عليه وبيقول له ان في معلومات ان تشاي شي هيوك قابل لي بونج وون، فبنعرف ان ده اخوه. والعجوز بيقول له ممكن يبان لك اني مبالغ في ردة فعلي، بس دي قصه قديمه قوي من قبل ما ابقى الرئيس. وبنشوف في الماضي كوانج وون ولي بونج وون وبيكونوا واقفين مع بعض، ولي بونج بيقول له انه عايزه هو يتعامل مع شركه سونو للانشاءات بداله، فبيستغرب وبيقول له انا؟ فبيقول له بس خلي بالك ان دول ناس بلطجيه فلازم تكسر بنفسهم من الاول، اتاكد ان هم مش هيتدخلوا في مشروعنا. وبيقول له ان ابوه اماله فيه كبيره، وبيقوم مخلص على واحد بالمطرقه بدون اي رحمه. فبيروح فعلا للشركه وبيكون معاه تشاي شي هيوك، فبيقول انه هو اول مره يشوفه، وبيقول على حظي مديني واحد مبتدئ، وبيقول له ما تعملش حاجه النهارده عايزك تتفرج وبس. وبيخش وبيكون الرئيس قاعد والاوضه مليانه رجاله، وكوانج وون بيروح يسلم عليه وبيعرفه عن نفسه وبيقول له انه نائب الرئيس. فبيرد عليه وبيقول له هو مش المفروض اللي كان يحضر هو الرئيس؟ لي بونج وون بيكلمه بقرف وبيقول له ما عنديش حاجه اقولها لك، هات لي الرئيس. وبيقول خليكم عارفين ان احنا اللي هنستلم المشروع ده، وبيقدم له العقد وبيقول له يلا حط ختمك هنا. فبطلنا بيروح ناحيته، فالرئيس بيفتكره عايز يقرا حاجه في العقد، بس مره واحده فجاه بيقوم ضربه بالكف، وبعدها بيقوم ماسكه من شعره وراجعه في الترابيزه وبيقول له اسمع كويس، هي دي الطريقه المفروض تستقبلوا بيها ضيوفكم. الرجاله اللي في الاوضه بيبداوا يهجموا عليه، بس بطلنا اكيد بينزل فيهم طح ولا كانهم حاجه. نائب الرئيس بيبقى مصدوم وبنلاقيهم بعدها خارجين من الاوضه ومعاهم العقد ومخلصين على كل اللي في الاوضه. كوانج وون بيقول لتشي هيوك ان عددهم كان كتير، كان لازم يدرك حاجه زي كده وياخد باله. بيقول له انت عملت كده ليه؟ فبيرد عليه بكل برود وبيقول له كنت عارف ان احنا كنا هنهزمهم. فبيبص له وبيستغرب وبيقول الواد ده شكله مجنون ولا ايه؟ وبنرجع عليه دلوقتي وكوانج وون بيكمل كلامه وبيقول عارف ليه الرجاله اللي زي تشي هيوك بيكونوا خطيرين؟ بعيدا طبعا عن القدره، وهم ببساطه ما بيخشوش في معارك هم مش هيقدروا يفوزوا فيها من الاول. وبنلاقي بطلنا خارج من الاسانسير واكيد زي ما توقعنا كان خلص على كل اللي فيه، وعلى الجانب التاني بنلاقي رجاله لي بونج وون متجمعين. واحد منهم بيكلم لي بونج وبيقول له انا مستني امرك بس وهتحرك. بيرد عليهم وبيقول لهم لازم نبدا احنا كمان، يلا اتحركوا ومسموح لكم تستخدموا القوه القاتله. وبنلاقي تشي هيوكي خارج من الاسانسير ومتغرق بالدم وبيمشي وسط القتله ولا فارق له حد، وهم عمالين يتراجعوا، وواحد الجراءه بتاخده بيحاول يطعنه، بس بطانه بيقوم غارز السكينه في قلبه وبيقوم رازعه بالرجل مطيره. كل اللي في المكان بيترعب من قوته، بس بيقولوا مهما كان هو لوحده برضه، وبيبداوا يهجموا عليه كلهم مع بعض. وبنروح لمكتب لي بونج وون ومساعده بيسالوا هل يبعتوا الفريق الاحتياطي دلوقتي لان عددنا مش كفايه للاقتحام. فبيرد عليه وبيقول له الحرب مش مجرد ارقام، وان الكفه ممكن تميل اللي بيتقدم وياخد الخطوه الاولى. لو كان تشاي شي هيوك واقف قدامك دلوقتي ما كانش هتجرؤ انك ترفع سيفك بسهوله. هما برضه هناك في الشركه مجرد موظفين براتب شهري، مهما وصل حبهم للمال فمحدش يقدر يتجاهل خطر الموت. اي حد بيشاهد قتال تشاي شي هيوك بعينه هيدرك ان الاولويه هي النجاة بحياته. ففي النهايه هم قبل ما يكونوا قتله هم بشر، بس ده مش معناه انهم هينسحبوا فورا لانهم شايفين ان خصمهم مجرد شخص واحد. ومره واحده بيجري واحد وبيقول لهم ان مجموعه لي بونج وون بتهاجم كل اللي في المكان. الكل بيتصدم وبيقول احنا المفروض كنا هنتعامل بس مع تشاي شي هيوك، هو ايه اللي حصل؟ لي بونج وون بيكمل كلامه وبيقول بس ممكن لو ارتفعت نسبة الخطر عليهم ولو بنسبة بسيطة الكفة هتتقلب. وبتبدأ المجموعة باقتحام الشركة وبيراهنوا كل واحد على حياته. وبنلاقي كوانج وون قاعد وباين عليه الخوف وبيقولوا الامور بدأت تبقى مثيرة. وبنلاقي فرقة الاثنى عشر واقفين قدامه، فبيقوم واحد اسمه الكرد والتاني اسمه الخنزير ينزلوا يدافعوا عن المدخل ونعمل اسامي والله. وبيقول لهم انه هيدي كل واحد فيهم مليار، بيقول للبقيه يروحوا يقتلوا تشاي شي هيوك واللي هيقدر يقتله ليها 10 مليار. بيقولوا ان كان نفسي يقتله بنفسه، فلو قدروا يجيبوه حي هيفكر في ترقيه خاصه. بيعرفهم ان مفيش مكافآت منفصله، اللي هيقتله بس هو اللي هيحصل على كل حاجه. الفرقه بتوصل للمكان وكله بيتصدم من وجودهم، وبيتقدم رئيسهم وبيكلم تشاي شي هيوك وبيقول له مش شايف انك زودتها شويه؟ احنا خلاص تجاوزنا نقطه الانسحاب. وبيقول له انت ناوي تقتل كام واحد بسببك؟ بطلنا بيقول لهم هو دفع لكم كام؟ الكل بيتصدم، فبيكمل كلامه وبيقول مهما كان المبلغ
المبلغ، فشكله كان كبير بما فيه الكفاية. كل اللي في المكان بيتصدموا وبيقولوا هو عشان هم بس تحت امر الرئيس فهياخدوا مكافآت منفصلة، ما احنا كمان بنخاطر بارواحنا وده ظلم. رئيس الفرقة بيتعصب وبيقول له شكلك مستعجل على موتك، وبيبدأ يهاجمه بنجوم شيراكن كان مخبيها في صدره، بس بطانة بيقدر يتفاداها وبيقوم رازعه في الارض. بيتقدم التاني بشاكوش بس بطانة بيخلص عليه بكل سهولة، وبيخش التاني وما بيلحقش يعمل حاجة وبيكون مات. وبينزل في الباقي طحن ومش شايف حد قدامه، وواحد منهم معاه سلاح على شكل سلسلة بيبدأ يهاجمه بس بيتفاداها وبيقوم قسمه نصين، وبينزل على رجله اللي بتكون لسه مصابة من الثلاثي التنفيذي بس بيكمل عادي. وبيروح لرئيس الفرقة وبيكون هيخلص عليه، فبيصوت وبيقول للكل ان الرئيس حط مكافأة 10 مليار للي يقدر يقتله. الباقي بيتصدم وبيقول 10 مليار علشان نقتل ده، وليه محدش عرفنا بالكلام ده؟ وبيقول له كان لازم تعرفنا من الاول كنا هنقتل معاك. بطانة بيقوم ماسكه من دماغه وبيقوم مخلص عليه، وبيقول الرئيس ده طلع بخيل قوي، 10 مليار بس علشاني. وبيبص للبقيه وبيقول لهم واقفين مستنيين ايه؟ تعالوا يلا اكسبوا شويه فلوس، ده حتى انا لوحدي. وبيبص لهم برعب وبيقول انتم فاكرين انكم هتقدروا تعملوا ده؟ تفتكروا بقى حد هيقدر يوقف تشاي شيه هيوك؟ استنونا في الاجزاء اللي جايه علشان تعرفوا باقي الحكايه. ولو عجبك الفيديو ما تنساش لايكك الجميل وتشترك في القناه واستنى الاجزاء اللي جايه.